الممبار لو ما كانش أبيض وشفاف وفلة منورة كده ما يتاكلش. أولاً اقفلي الحوض عشان مفيش حاجة تنزل في البلاعة، وقطعي الممبار قطع بطول اللي تحبيه على حسب ما هتحشي. ما تجيبيش ممبار واسع، طعمه مش حلو زي الرفيع، وشكله كمان بعد التسوية مش حلو زي الضيق. وقلبيهم بعود شيش تاووك، دي بتبقى أسهل وأسرع طريقة تقلبي بيها، وهتنجز معاكي لو هتعملي كمية. بس خلي بالك مش بسن العود عشان ما يمسكش فيه ويفتحه. وبشوف طرق أشكال وألوان واختراعات في تنظيف الممبار، بس بعد طرق أمهاتنا زمان مش هتلاقي إيدك والسكينة. دي أضمن طريقة، لأن اللي لازق فيه ده فضلات أكل، وعشان تتشال من أول مرة ومن أساسها يبقى السكينة هي اللي هتنظف النظافة اللي انت نفسك فيها. لمي بقى كل اللي نزل ده في كيس وحطيهم جوه كيس أو اتنين، وحاولي تتخلصي منه بسرعة. لو قعد شوية هيعمل ريحة صعبة في المكان. بعد كده بسكينة برضه، وتراجعي مرة واتنين وتلاتة، تكوني حاجة كده أو كده عدت عليكي وما شفتيهاش. أنا نضفت على الحوض عشان يبقى سهل عليا لم وتنظيف المكان بعد ما أخلص، ومفيش حاجة تطير كده أو كده أو أوسخ مكان تاني واضطر أنضفه. سبب إن في ناس مش بتحبه، أكيد جربت أكلته بس لقت ريحة أثناء الأكل، وده سببه عدم تنظيفه كويس قبل التسوية. وكمان المكان اللي نضفتي فيه بعد ما تغسليه بكلور وصابون سائل عشان يبقى ريحته حلوة، اغسليه بشوية معطر ملابس، هيخلي ريحة المطبخ كلها حلوة وحاجة كده تفتح النفس. بينا على آخر حاجة، هاتي المنبار ونزلي عليه بكمية ملح حلوة، ويستحسن يكون خشن أو أي نوع عندك هينفع، وشوية دقيق، وعصري كام ليمون. دي أكتر 3 حاجات يمتصوا أي ريحة زفارة في أي حاجة. وقلبيهم بيهم وبإيدك ادعكيهم في بعض، وخليهم في التلاجة ساعتين. أنا بحب أحشيه بنفس الطول ده، بس بكون غسلته كذا مرة من الملح وصفيه وأحشيه، وسويه في الفرن بخلطة حلوة وتسوية مظبوطة، هخلي اللي مش بيحبه هيعشقه. الممبار من الحاجات اللي أساسها عشان تتاكل بنفس إنها تتنضف صح.